مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس انتوا قفشتوني. من يوم ما رجعت البيت لا طايقه ريحه اكل ولا طايقه ريحه بيت ولا طايقه ريحه شقه. ادخل الاوضه مش طايقه ريحتها، ادخل التويليت مش طايقه ريحته، اي حاجه في الدنيا مش طايقه، حتى ريحه العيال انا مش طايقاها. تفتكروا ايه السبب؟ سيبكم من السبب دلوقتي وتعالى اقول لكم ايه الحل. الحل هو معطر طيف. معطر طيف يا جماعه اللي مكسر الدنيا اليومين دول، اخيرا جبته. كل ما افتح الفيسبوك الاقيه قدامي، قلت لا انا لازم اجربه بقى. وده بجد بجد غير لي فعلا نفسيتي 180 درجه. روايح عمرك ما شميتيها قبل كده، كل ازازه منهم بريحه مختلفه، ومش بس كده هتوديكي المود مختلف تماما عن اللي قبله. العرض يا جماعه بيكون باكت كده فيه 6 قطع، والست قطع بيجولك بتغليف محترم جدا عشان تضمني جوده المنتج لحد ما يوصلك لحد باب البيت. كل عبوه بسعه 400 مللي، وكمان صلاحيه لمده 3 سنين. يعني انت لو مش مفتريه يكفوكي اكتر من سنه فوزيه. تقدري تخصصي لكل مكان في بيتك ريحه معينه ويكون بيتميز بيها. مش بس روايح ثابته ومميزه وطبيعيه، لا ده كمان باسعار اقتصاديه. عايزه اقول لك ان ال6 عبوات دول بحق علبه واحده من اللي بتشتريها من بره، لا وكمان مصاريف الشحن هديه. عايزاكي تجربي لي الفانيليا في المطبخ وتقولي لي ايه الاخبار. طب شمي كده. اخترت بقى العبوة السوداء دي، وريحتها هادية جدا وخطيرة لغرفة النوم. وعايزة اقولك بقى نصيحة، لما تيجي ترشيه رشيه كده على الستاير زي ما انا ما بعمل، رشي على الفرش اللي في الارض، رشي كمان على الملايات، على المفرش بتاع الكومودينو، رشي على المفروشات، هتفضل موجودة وثابتة اطول فترة ممكنة. اما بقى الفانيليا استخدمته للمطبخ، رشيت منه على الفرش في الارض، رشيت منه كمان على الزرع، لفيت على كل الزرع اللي في المطبخ ورشيت عليه علشان الريحة تفضل ثابتة اطول وقت ممكن. كمان لو في ستاره يا سلام بقى، الريحه بتثبت على الاقمشه والاخشاب والحاجات الثابته دي اكتر بكتير واضعاف ما بتثبت في الجو. تعالوا كمان بقى نجرب ريحة الفواكه. ريحة الفواكه دي بتدي برتقان كده شوية. وعايزة اقول لكم بقى ان الميدالية اللي متعلقة في كل واحدة دي فواحة، مش مجرد حاجة كده ديكور وخلاص، دي فواحة تقدري تغمسيها كده في المعطر. شايفين اصلا السمك بتاع المعطر عامل ازاي؟ تقيل ما شاء الله، وتحسوه كده مركز وخطير. تاخديها بقى كده تعلقيها في التويليت زي ما انا عملت، تعلقيها في العربية، تعلقيها في الدولاب، علقيها على الشماعات ورا بيبان الاوض، هتفحفح لك الدنيا كلها. ودي بقى حكاية بريحة البنفسج. رشيتها بقى في غرفة الأطفال كده على برضو الزرع وعلى الزينة، وكمان رشيتها على الملايات والمفروشات والستاير وكل حاجة في غرفة الأطفال. ده بقى التفاح الأخضر اللي رحت فرفشت بيه بندق. اديته رشه كده قام جري على طول. ريحته نفاذه وقويه وبتفضل ثابته لاطول فتره ممكن تتخيليها. عايزه اقول لكم ان انا بحب كمان ارشها قوي على المصليات، كل سجادات الصلاه برش عليها بتفضل ثابته فيها كل صلاه، بتكون حلوه قوي. وكمان على الزرع زي ما انتم شايفينه في الليفنج، حبيت احط التفاح الاخضر ده في الليفنج كده علشان حسيته حيوي قوي كده ومنعنش كده. عارفين انتوا اللي بيميز معطر طيف ان هم مختارين روايح مش تقليديه ابدا، يعني اي حد هيدخل عندك هيتفاجئ ان ريحه جديده اول مره يشمها. عايزه اقول لكم على حاجه وما تضحكوش عليا، انا برشه كمان على المراوح. جربوا طب ترشوا كده المعطر بتاع طيف على المراوح وقولوا لي ايه الاخبار بعد المروحه ما تشتغل. بجد يا جماعه جبار. ده بقى انا شلته للعربيه. يلا مستنيه ايه؟ عطري بيتك وغيري مودك قبل العيد يا فوزيه، وما تنسوش ان الشحن مجاني.